سامع الصوت ده؟ او الصوت ده بقى ما جاش من حته. بص يعني هو جه بس ما جاش من حته. انا عمرو جميل وده على الورق. مبدئيا الحلقه دي تابعه لسلسله الوجود من العدم، فلو لسه ما شفتش الحلقه اللي فاتت يستحسن ترجع تشوفها الاول وبعدين تيجي هنا تاني. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن فكره العدم وازاي حتميه العدم تعتبر قانون مطلق لا يقبل المخالفه، وان انكار العدم في حد ذاته بيخلق فكره العدم من تاني، ورسينا على نقطه ان ده اثبات مطلق. وخلينا نتكلم معاك باريحيه اكتر في نقطه الاثباتات المطلقه. الاثبات المطلق هو اثبات فلسفي او رياضي ما بيقبلش اي مخالفه، وده مش عافيه والله، بس هي فكره المخالفه نفسها بتبقى مش منطقيه. يعني مثلا ببساطه لو قلت لك ان الاوضه دي كلها كراكيب وسلمنا بده بان كلها كراكيب باين عليها والله، وجيت بعدها قلت لك ان الاوضه دي بتاعتي وسلمنا برضو بده، مقدمات بسيطه خالص اهي، الاوضه دي كلها كراكيب والاوضه دي بتاعتي، فده معناه وكنتيجه طبيعيه ان انا عندي اوضه مكركبه، نتيجه ما ينفعش نعرضها طالما سلمنا بالمقدمات اللي قبلها. حلو، اهو دي بقى الطريقه اللي اتبنى عليها علم كامل زي الرياضيات. لو سلمنا بان 1 زائد 1 يساوي 2 يبقى منطقيا ولازم يكون 2 ناقص 1 بتساوي 1. وابني بقى زي ما انت عايز في فروع العلم زي ده، علم رياضيات، على معادله بسيطه خالص زي دي. طب ده علم رياضيات، احنا بقى مالنا بكل ده؟ يفيد واحد بتاع فلسفه في ايه يعني؟ الفكره ان علم المنطق والفلسفه بيتبنوا بنفس الطريقه دي، بس ساعات بيطلعوا بنتائج مش كامله لاي سبب كان بقى، يعني مثلا مغالطه، تحيز، الظروف المحيطه، مش موضوعنا. طيب نرجع لموضوعنا. احنا اتاكدنا بما لا يدع مجالا للشك بحتميه العدم وان الفكره في حد ذاتها موجوده. طيب دلوقتي بقى هنخش في سؤال تاني اهم شويه. انت يا استاذ تامر متاكد انك موجود اصلا؟ اساسا احنا ممكن نسلم بان مفيش اي حاجه موجوده، يعني احنا اثبتنا حتميه العدم، فاحنا بقى ممكن نسلم ان مفيش اي حاجه موجوده، مفيش حاجه موجوده غير العدم. فاهم الفكره؟ كلنا كده مش موجودين ونقفل الحلقه على كده. بالظبط، احنا لحد الحلقه دي ما عندناش دليل على وجود، احنا بالشكل ده مش متاكدين من وجود اي حاجه اصلا. الالحاد اشتغل. انا كنت متاكد ان انت عندك مشكله مع الدين من زمان. بص، هو احنا ممكن ما نقدرش نثبت وجود حاجه خالص، يعني انا ما اقدرش اثبت لك وجودك او اثبت لك حتى وجودي، بس انت على الاقل تقدر تثبت وجودك لنفسك، وانا اقدر اثبت وجودي انا لنفسي برضه. ايوه، ازاي يعني؟ انا هقول لك، بس الاول قدامك 5 ثواني تفكر في اي حاجه. فكرت في ايه؟ هل عندك شك انك فكرت؟ اكيد لا. يبقى كده اساس المعادله موجود، ان في فكره اتوجدت حالا، فكره اتوجدت. طيب ده اول اساس. الاساس التاني بقى ان مفيش حادث من غير محدث. قول بقى زي ما انت عايز تقول، سبب اولي ازلي تسلسل لا نهائي، ده مش موضوعنا، بس مفيش حادث من غير محدث. مفيش دخان من غير نار، لازم الحداد عشان يبقى فيه مسمار. ومفيش فكره من غير مفكر، لا مش نجار يا ظريف، مفيش فكره من غير مفكر. وبما ان في فكره موجوده بتاعتك ومفيش فكره من غير مفكر، يبقى انت مفكر، صح؟ يبقى انت موجود، فانت كده كان مفكر. وخد بالك ان احنا قلنا انك مفكر، ما قلناش انسان، احنا لسه اصلا ما اثبتناش انك بني ادم. احمد ربنا اننا اثبتنا اصلا انك موجود. وده كان شرح واحده من اشهر الجمل الفلسفيه في التاريخ، انا افكر اذا انا اكون، للفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، كان عالم رياضيات بالمناسبه. طيب لحد دلوقتي احنا اثبتنا حتميه العدم وحتميه وجودنا كمان، على الاقل لنفسنا، وما اثبتناش اي حاجه تانية. طيب لو هنقف لحد هنا، ليه ما تبقاش انت اللي بتتفرج على الحلقه دي بعد ما اثبتت انك حقيقي؟ ليه ما تبقاش انت الحاجه الوحيده الحقيقيه؟ او بمعنى تاني، ليه ما تبقاش انت اله الكون بتاعك؟ يا رب الحق انزل الحلقه الجايه يا رب. المهم، الحلقه الجايه هنتكلم عن ليه ما ينفعش تبقى انت الحقيقه الوحيده في الكون ده، ليه ما ينفعش تبقى انت الكون اصلا. والاهم من كل ده، هنتكلم عن كيان ما ينفعش ما يبقاش موجود، كيان اهم مني ومنك انت بكتير. ولحد اللحظه دي اتاكد انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقه اول ما تنزل. بس كده، انا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم.